الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي متابعينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد التي يحكم فيها للهلال، لكنها المرة الأولى التي يحكم فيها في فريق نادي الوحدة الفريق المتأخر. خطيرة في البداية الأولى من متروفيتش، اللاعب الذي في الكرة الماضية نعم في هذا المكان بهذه الصورة. يا سلام على التمريرة، الله على التمريرة هذه وانت مغمض من سافيتش. يعشق المساحات ويعشق الكرات في هذا الله وصلت والمحاولة إلى مالكوم فقدها. تعود الآن يحسب للوحدة انه واقف صح. هذه كرة الله للأمام قوية، الله الهلال يتقدم ومعزوفة الهلال تستمر ولحن الهلال لا يتوقف، لحن الهلال لا يتوقف. نعم سعود عبد الحميد قبل شوي كنت اقول هذا لنادي الوحدة، كرة تلعب عالية في هذا المكان، محاولة مستمرة لا زالت خطيرة. وهنا امام الحزم 2019 بهدفين لهدف واحد. هذه انطلاقة كرة جميل خطير، الله مرت اخطر كرة للوحدة في المباراة، اخطر كرة لفرسان مكة في المباراة. هذه وفوتها للوحدة ولعبوا ايضا مرتدوا شعار الهلال، لكن هذه كرة لسالم الدوسري. الله على الاستقبال، الله على الترويض، الله في الكرة الماضية. اذا لم يفعلها لاعب اسيا الاول فمن يفعلها بهذه الصورة الراقية؟ نعم سالم الدوسري حارس في عامه الاول مع الفريق السعودي الكبير. هذه كرة في هذا المكان لا زالت قائمة، الله الوحدة عندما يتقدم يكون خطيرا. فرسان مكة عندما يتخلون عن الدفاع وظيفة ايضا للمرة التاسعة لمندي. هذه محاولة عالية، كرة بالراس خطيرة، التسديدة اصطدت لا زالت. الان حسن العيسى وين هذه بعيدة، وعندك لاعب مصاب في ارض الملعب الان. سلامات ان شاء الله تعالى، سلامات. اثنين من لاعبي فريق نادي الوحدة 13 وهبط في 2013 عندما عاد. هذه الكرة الخطيرة اللي قالوا نعم هذه التمريرة وهذه النهاية هنا، وكأنه مهاجم يعرف طريق الشباك. وكما قلتها دائما في الهلال لا تعرف من أين تأتي السعودي. انطلاقة عالية للأمام خطيرة من سالم الدوسري، والله على الاستقبال. حاول متروفيتش في الكرة الماضية الشوط الأول 39 دقيقة والهلالية أشعلوها في المدرجات. راقبوا سافيتش، انتظروا سالم الدوسري، ما كانوا يفكرون. خطيرة فرصة والآن تبعد في الكرة الماضية. داوي وليد بخشوين، كرة تبعد وتلعب. الله ولا زالت مستمرة ولا زالت قائمة. كرة تعاد للخلف الآن، محاولة. هذه كرة شوف نعم، وبونو هنا يحتفل ويقول للجميع. الآن ميشيل ما شفنا سالم الدوسري بصورة كبيرة، ما شفنا مترو خطير. الله إلى نيفيز، ممكن سدة قوية حلوة قوية خارج الملعب. هذه لعبة نيفيز بالمناسبة 25 هدف، هذا وهو ظهير في الدوري السعودي. كرة بعيدة من جانب نيفيز، لكن مالكوم عند الكرة في هذا المكان. الكرة الله ما لبست، هذه ما ضبطت على قدمه. ميشيل لاعب فلامينغو السابق لاعب بالفعل خطير جدا. وهذا جيس وسط الملعب عن طريق نيفيز، جميلة. الآن مالكوم يتقدم مالكوم العرضية. سالم الدوسري في هذا المكان لا زالت التسديدة. الله سعيد المولد نعم تنهي الدور الأول. والآن محاولة كرة خطيرة ولا زالت استرالي اللي يملك كرة الآن.
ممكن يسدد. الله، حلوة حلوة وخطيرة، حلوة وخطيرة للاعب عنده 5 أهداف في الدوري، لاعب عنده 5 أهداف منفية في إسبانيا في الميريا. اللاعب اللي عنده هذه اللعبة اللي أنقذها. شوف حط مستحيل حارس المرمى، لكن لا مو مستحيل. سالم الدوسري أفضل سالم في الشوط الثاني. مالكم أفضل كذلك في الشوط الثاني، منقولة للأمام إلى ميشايل. أسرع مساء بتوقيت الرياض، لكن محاولة خطيرة أيضا من حسين العيسى أو من سلمو هدفين. مرايس 34 سنة انترنالي. حلوة لسالم الدوسري. قلت لكم سالم الشوط الثاني أفضل، سالم الشوط الثاني أفضل، لكنه سقط أرضا في الكرة الماضية. سلامات شافيتش. كرة سالم الدوسري، محاولة المرور مقطوعة بصورة ممتازة. السيد جيسوس، كرة عالية في هذا المكان خطيرة، مرت بين الجميع، ولكن بيترو واضح أنه ارتكب خطأ. وغلط الآن، والعرضية الخطيرة والإبعاد. الكرة الماضية، ولدينا كرة للهلال للأمام، والكرة في المرمى تنشوف إلى سافيتش. الله على نقل الكرة. سالم الدوسري. الله، برافو حارس المرمى، برافو محمدي. هذا مالكم مهاري، ممكن ياخذها على القدم اليسرى، اخذها كذلك. الله يا جماعة، متروفيتش ولد بلا ضمير، أعطى ضميره إجازة مفتوحة منذ فترة طويلة. غاب وكنا نقول مباراة للنسيان لمتروفيتش، لكنه عاد في التوقيت اللي احتاجه الهلال، عاد في التوقيت اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وان شاء الله النهاردة هنتكلم عن أهمية خلطة التعفير. خلطة التعفير يا جماعة نقول مكوناتها بسرعة كده. هي بتضاف على الكلفة، على الحبوب فقط، تمام كده، عشان تقتل لك أي ميكروبات وجراثيم. هنجيب مثلا ممكن 100 جرام كركم، 50 جرام توم باودر، 50 جرام بصل باودر، هنحط كيس ملح، هنحط 50 جرام قرفة، هنحط شوية توابل بقى اللي انت عاوزها، اي حاجة زي التوابل حطها، كل ده بتخلطه ببعضه، تمام، وتروح حطه على الكلفة بمقدار معلقة اكل على 5 كيلو كلفة، وتقلبها كويس. دي بتقتل لك اي ميكروبات وجراثيم ان شاء الله، تمام كده.